في مرة مش عارف كنت في زيارة في معبد أو حاجة كده، كان في ماشي. الأقصر وأسوان وسوهاج والحتت ديت يعني. فحاجة برضو قديمة يعني. امم ففي حد عمال بيقول إيه يا جماعة خلوا بالكم عشان في تمثال معين عينيه بتتحرك. تمثال. تمثال ماشي. معين عينيه بتتحرك، فكل الناس داخلة مركزة على التمثال. فممكن تلاقي حد وكل بص واحد لي، إيه ده بص وهتلاقي لي حد بربش. أيوه. هتلاقي حد يقول لك كده، هو بس هي بيشتغل المعلومة الناس. اترمت. وهو ممكن يبقى بيشتغلهم بس أنت بيخوفهم. عندك تحليل المنطق بيقول إيه؟ لأ. طبعا ده المنطق حجر يا والعقل جماعه، ده هيقول حجر. لك لأ. امم اللي بلغك هو سوحك. هو بيقول لك كده بس بيلعب باعصابك بس ممكن. ما ده وارد. بص، آه. انت عشان مش عارفين. فكل حاجه، كل حاجه اي حد هيقولها هي وارد. اه يعني طبعا. كل كلام كتير هيبقى وارد يعني. لما مثلا بيتكلم عن الاهرامات اتبنت، فيقول لك احنا بنوا، بعد كده يحطوا رمل، وبعد كده يجيبوا زي سقالات ويطلعوا تاني بالعجلات ويبنوا امم تاني وتاني. ما هو كل ده هتوصل لمرحله معاهم. طب لما يبقى توصل للحجر اللي فوق خالص، هيبقى هيشيلوا ازاي الرمل؟ انت فاهم الفكره عامله امم ازاي؟ ما هو بس طبعا لا، وارد وقتها يعني كان في ناس كتيره بتموت من ان ايوه هما طبعا بيبنوا. اكيد. يعني هو كان في حاجات كتيره بتحصل. وكمان هو ما اتبناش في يوم وليله، ده يعني ده بيتبني في سنين فتره معينه في طويله السنه، يعني بيتبني مثلا فتره معينه في السنه في شهور معينه. بعد كده بيروحوا يتجمعوا في الاراضي وبيفلحوا الارض والحاجات دي امم كلها. يجي وقت تاني، وقت الجفاف، يروحوا راجعين وهكذا يكملوا. يعني هو مش على طول، هو سنين سنين بس كتير. حياتهم كانت منظمه جدا عشان تبقى عارف. يعني ان انا اوزع طاقه الشغل واوزعها على تغيير المناخ والفصول اه والعلم الفلك وعلم الهندسه. هو كان تحس في مرونة، صح، في هم مرونه مرنين، هم ونظام غير مرنين. طبيعي. غير طبيعي، كان يعني حاجه صح امبراطوريه رهيبه يعني. صح طبعا. وكان في جزء في الموضوع فن بقى، فن التمثيل او فن يعني. في آلات موسيقية في توقيتهم. ايوه، لا ما ويعني بقى باين على في الجدران، وفي حاجات تمثيل، في وفي ناس حاجات. بتبقى لابسه لبس، انت بتشوف اللي ناس انا لابسين لبس. اعرفه اللي انا اعرفه كان في معبد اسمه اوزوريس في سوهاج. امم كان اتعمل فيه حاجة مسرح. معبد اوزيريس، لا كان في اه ناس، ايوه، لا ده كان بتحصل فيه حفلات. انت تمثيل. انت 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 متخيل ايه اللي كنت ممكن تقدمه انت لو انت مثلا في المسرح، بحكم ان احنا يعني بنكلمك بقى في في الفن الفن وكده. يعني وكده. تخيل ايه الفن اللي كنت ممكن تقدمه في توقيتها. يعني مش عارف. يعني كنت مثلا هبقى بعمل ساركازم مثلا على الحاجات اللي هي بتحصل من الناس، من الناس الكبار. يعني هطلع، هو جايب بتاع كده البسها كأنها دقن، واكن انا حد فاهم، امم عشان يعني هنبقى بنتريق كده كده امم على الحاجات الجد اللي هي بتتعمل. او كنت هبقى عازف، مش عارف، عازف. يعني عازف اللي هو امسك البتاع اللي هي آلة. الآلة اللي هي الغريبة دي، اللي اه دايما اللي بيعزفها بنات. عارفها انت الآلة؟ في آلة كبيرة كده، اه بنت بتعزفها وجنبها قطة قاعدة. اللي هو الحالة حالة تخوف. والله يعني هو في رعب، برضه في رعب، اللي هو اصلا ايه، ممكن تعمل كده فجأة تلاقي القطة دي طلعت حد. في رعب جنبنا والله، يعني تحس كده. انا مش عارف. ولا كنت عايز اقول لك بذكر المسرح كنت ممكن تبقى مؤسس فرقة مسرحية هناك. وتجمع وارد. ممثلين وبتاع وارد وارد. يعني بقى يعني هبقى وارد. بس لا، يعني خلي دي الاستاذ اشرف. يعني الاستاذ اشرف هو اللي يعمل الحاجات دي، هو اللي يجمع ناس وبتاع ويعمل مشروع، واحنا ايه، من ضمن. آه. بس لا يعني هفكر فيها طبعا، اعمل كده. لانك هتلاقي ناس كتير قوي عايزه بس تشخص هي مثلا. بقى المشكلة هنا لو بس كان هل في هو حاجة كده. وقتها اه اللي يعمل ده هيبقى اللي هو اهله بيستعروا منه؟ اصل انت برضو، اه ما هو انت خلي بالك، احنا لحد قريب. لحد سنين. لحد قريبه. من 100 سنة ولا 150 سنة الناس اللي بيشتغل في التشخيص ده، ايه ده مشخصاتي؟ مشخصاتي. يبصوا له كده سيب ان، ال مع انه ده بيعمل فن ايوه. راقي، بيعمل حاجات مهمة فيها تسلية وفيها رسالة، مم. وبيعمل حاجات. بس لا، ما نعرفوش. ده يجي بس عندنا في عار علينا. ده مثلا يجي في الحفلات او او يجي في لعيب كورة الحاجات. او كده اي حاجة كده دلوقتي. اي حد عايز يبقى في اي حاجة، يلا ده احلى حاجة، يلا الشهرة، يلا اشتغل في الفن، اشتغل في الكورة، اشتغل في الحاجات مم. دي. ده بالنسبة لها كده، مع ان هي هواية اصلا قبل ما تبقى شغل. مم. يعني حد حابب يشتغل في كده حاجة، ده حاجة حلوة. فهل بقى ساعة الفراعنة هتلاقي أصلا حد بيعمل كده عشان تأسس أصلا فرقة؟ ولا هتبقى ممكن بتشتغل تكون في مناسبة، الخفاء؟ لا ممكن تكون مناسبة حاجة ملكية حاجة.
اللي هي وارد تلاقي مناسبات. حد كده. اصل وارد يبقى وقتها ده اصل مكان، اكيد هو ده موجود. هو اكيد وارد. كان عندهم اساليب ترفيه كتيره، لان اصلا صح. يعني الامكانيات كانت كتيره، معطياتها كتيره، فبتقول الشواهد ان في ترفيه برضو كان ايوه بيتم، لا صح فعلا، مزيكا على وفن الجدران يا عم. ورياضه انت. اه هم اول اللي اسسوا الهوكي، يعني لعبه الهوكي اللعبه دي نفسها، فهم اول لا من في اسسوها فن في طبعا. حاجات كتيره. يعني الجيش لما كان بيبقى راجع بيستقبلوه بفرحه وبتاع وبيعزفوا حاجات وبيغنوا. لا في، اه لا في اصل انت برضه يعني ايه، بعيدا عن ان هم كده كده مرسوم على الجدران ان في ناس بتزف وبتاع، لا وقت الحرب ما انت هتلاقي ده مم. البوك ده. بوك الحرب. فيبقى اصغر منه شويه، بيعزف بصوت اقل شويه، مم. بنغمات تانية، وهنطلع منه فن مع الدف مع مم. الحاجات دي، الجهاز ده، الآلة دي اللي مش كان عارف. عندهم ابداع برضو، لا كان هم عندهم ابداع. وعندهم حاجات حلوه، يعني عندهم اهتمامات مثلا. يعني لو انا كنت هناك مثلا اعتقد ان انا ما كنتش هقرع، ما كنتش هبقى اقرع، يعني اشمعنى؟ فاهم. اصل هم هناك كانوا بيعملوا حاجات ليها علاقه برضو بتحافظ على الشعر. حاجات احنا لحد الاعشاب دلوقتي او الزيوت او الكلام حاجات ده كله. تبقى حاجات اه ما تفهمش برضو ده سحر ولا ده هم برضو ايه والله. ودايما طب تشوفهم مصمم على حلوين، السحر برضو. مش عارف. ودايما تلاقيهم كده شكلهم حلو. الكحل. اه اه ده الكحل ده من كاركتر من الشخصيه نفسها هم يعني. لا يعني ده من اساسيات الشخصيات طبعا. عندهم. يا عم هم لا هم دماغهم شغاله. يعني التماثيل اللي بتبقى واقفه اللي هم الحراس الجنود اه دول، اللي تلاقي جسمه عامل ازاي بس شكله شكل حيوان. مم. ما هو ده مرعب، ده عشان فعلا العدو وهو جاي انت شايف حاجه ضخمه بس شكلها ماسك. مش بني ادم. مش بني ادم. اه اه وانت ممكن ده اصلا ده بيبقى شخص مم. لابسين كده، فانت مش عارف. يعني هم لا اذكياء. يعني برضه وحب. حتشبسوت فاكر لما طبعا. كانت بتطلع تخطب في الناس مم. عشان الناس تصدقها، ويقولوا ما يقولوش دي واحده ست وبتاع، كانت بتلبس الدقن دي، مم. بتلبس اللي هو البتاع اللي هو الدقن كأنها عشان راجل. تخوف شويه. عشان وبتبقى عاليين مم. جدا واقفين في مكان عالي جدا، والشعب كله واقف في الساحه بيسمع بيسمع القرارات الكلام. بقى مم. وبيسمع الحاجات.